لو انت دلوقتي بقالك اسبوع او 10 ايام بتنزل في فيديوهات وبتشوف اقل مشاهدات انت شفتها في حياتك، او حتى لو المشاهدات عندك نزلت فجأة النص او الربع، فانت مش لوحدك. الحقيقة الصادمة انه القنوات الكبيرة والصغيرة دلوقتي بتمر بنفس مجاعة المشاهدات دي، والواقع ده تحديدا في الفترة ديت اللي احنا فيها. فالموضوع يا صديقي بقى كارثي. بس السؤال هنا، ايه اللي بيحصل؟ هل المشكلة من عند اليوتيوب ام من عندنا احنا؟ وهل اليوتيوب قرر فجأة انه يطفي النور على القنوات الصغيرة؟ طب ليه؟ تعالوا نعرف السبب الحقيقي وازاي نطلع من الازمة دي باقل خسارة ممكنة في المشاهدات والارباح. اول سبب احنا ممكن نقترحه هو تحديثات اليوتيوب. السبب التقني ده ممكن نقترحه. اليوتيوب منصة كبيرة بتعمل تحديثات دورية على الخوارزميات بتاعتها، وواضح جدا انه من حركة المشاهدات الغريبة دي انه في تحديثات جديدة او تجارب جديدة بتحصل حاليا. التحديثات دي بتلخبط الدنيا ببعضها كلها، وبتخلي اليوتيوب ماهوش عارف يزود الفيديوهات بالشكل الصح، او يشوف مين القنوات اللي تستاهل ويدعمها، وبتشرف ويدعمها. وللأسف احنا في الفترة الأخيرة دي احنا ممكن ناخد لها كام يوم أو أسبوعين كمان عم نرفع فيديوهات. فالمشكلة في مش محتوى بتاعك ولا في قناتك، المشكلة في السيستم نفسه. ونيجي بقى للسبب التاني، والسبب ده احنا برضو ممكن نقترحه كسبب موسمي أو كود الجمهور، ركود الجمهور. لو ركزت هتلاقي انه في فيديوهات بتضرب دلوقتي، وهي غالبا الفيديوهات اللي بتتكلم عن الاخبار العاجلة جدا والترندات والمواضيع الترندية اللي مش بتستنى. وده بيأكد انه الجمهور نفسه حركته قليلة. الناس ممكن تكون مشغولة بحاجة معينة دلوقتي، او خلصت منها، او ملت من المحتوى الروتيني اللي احنا بنقدمه. وده بيخلي اليوتيوب يقول طالما الجمهور ملهوش تفاعل فما فيش داعي اوريهم كتير. بس كده، او بالمعنى العام ممكن يكون اليوتيوب نفسه او الجمهور نفسهم عفوا هم اللي بيبصوا على شات جي بي تي وبياخدوا من عليه معلوماتهم واستفساراتهم من هناك، وما عادش بيستعملوا منصة اليوتيوب، استغنى عنها زي ما بيقولوا، بعدوا عنها. طب الحل العملي بقى ايه؟ هل نستسلم خلاص ونقف شغل؟ اكيد لا. واحنا كمنشئين محتوى، وانا شخصيا ما بنصحكش واقول لك اعمل الحاجة دي، لا اطلاقا. لان فترة الازمة دي محتاجة منا تفكير مختلف، وخطة تقسيم سريعة، خطة انقاذ تكون سريعة. أنا عندي لك خطة سحرية اتعلمها بالفترة دي لحد ما الدنيا تتعدل معاك، ولما يحصل في أي مشاكل امسك الخطة دي من بدايتها لغاية ما المشكلة تتعدل. أول حاجة، بطل تستهدف المشاهدات العادية، استهدف الترندات، الخبطة الواحدة في الفترة اللي المشاهدات فيها ضعيفة. بلاش تنزل فيديوهات روتينية، دور على أكتر حاجة الناس بتدور عليها في الوقت الحالي، حتى لو كانت بعيدة عن تخصصك شوية. حاول اجمعها بين تخصصك، دخلها بين تخصصك. يعني مثلا لو محتوى تعليمي، قول سبب قلة المشاهدات في انه حصل حاجة معينة انها اثرت على الشيء ده. حتى لو بعيد عن محتواك حاول انك تقربه واجمعهم مع بعض علشان يديك نتيجة من المحتوى بتاعك. حاول علشان تقدر تتصدر في نتائج البحث الأولى. الناس بتكون بتدور على الموضوع المعين اللي انت هتطلع تتكلم عنه، وانت تطلع ترند، ويخلي الفيديو ده هو اللي يضرب ويخبط ويجيب لك كام ألف مشاهدة، يحيوا القناة بتاعتك من جديد وتنمو بشكل أسرع. أما تاني خطة، أنا ممكن أقول لك اقفل على الشورتس شوية، وقف شوية. اليوتيوب أحيانا لما بيضغط على الشورتس علشان ينافس بأقل من مشاهدة، فجرب إنك تريح الشورتس شوية يومين ثلاثة وركز على جودة الفيديو الطويل وشوف المشاهدات هتتحرك إزاي. أما الخطة الثالثة، ركز على جودة المحتوى، مفيش فرصة للإغلاق.
معدل النقر CTR مرتفع دلوقتي، يعني لازم تعمل صور مصغرة علشان يرتفع لأنه هو نازل، والعنوان لازم يكون قنبلة. واستغل الأيام دي علشان ترفع جودة المقدمة، علشان لو حس إنه الفيديو بتاعك ما يخرجش منه بسرعة. المشاهد أول 30 ثانية وأول 3 ثواني وأول كلمتين بيفرقوا معاه. والخلاصة يا جماعة إنه دي فترة مؤقتة وهتعدي، واليوتيوب دايما كده بيختبر صبرنا زي ما بيقولوا. اوعى تيأس وكمل شغلك بجودة أعلى، وركز على إنك تعمل فيديو واحد بدل 5 فيديوهات علشان نجاحك يزيد. ويا ريت تقولي بقى، يا ترى مشاهدتك متظبطة ولا مشاهدتك واقعة زي باقي القنوات، علشان نعرف هل كلنا بنفس المركب ماشيين مع بعض ولا لأ.